شايفين الجمال والعظمه فظيع. انا اتدبست فيه، انا كنت تعبانه جدا 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 ومش قادره، وحكموا عليا ان لازم يتعشوا حاجه جامده، فقمت استسهلت بصراحه. بس روعه. بصوا بصوا سخن ازاي وروعه. انا عايزه اجربه معاكم. شوفوا الجبنه، شايفين الجبنه لما سخنت على الوش وساحت؟ شايفين؟ انا طبعا حطيته طبقات. حطيت المكرونه، وبعد المكرونه السجق او السوسيز اللي عملناه مع بعض ده، وبعدين بقى كان عندي جبنه موتزاريلا كده، فقلت ايه احطها. حبيت ان انا اجربه معاكم واوريكم العظمه دي. بصوا فظيع. بجد في حته تانية. اروح لهم بقى عشان ياكلوا، عشان قربوا ياكلوني، واقفين يبصوني من ورا الكاميرا كده هياكلوني. جربوه وهيعجبكم جدا. وصفة سهلة بسيطة اقتصادية حلوة جدا، تنفع غدا تنفع عشاء، تتعمل بالظبط. هي بتاخدش ربع ساعة بالظبط، اكتر يعني ربع ساعة كتير عليها. يلا معايا تعالوا نروح نشوف الوصفة. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير عشان اقدم لكم كل جديد. شجعوني علشان اقدم لكم كل حاجة جديدة. باي، بحبكم جدا. يلا تعالوا نروح نشوف ايه الفيديو والوصفة بتاعتنا كان فيها ايه. هلو، وحشتوني. يلا نبدأ بقى الوصفة بتاعتنا. وصفة جامدة اخر حاجة، وسهلة وبسيطة، وتتعمل ايه في منت. ناخد معلقة سمن كده بلدي. طبعا شايفين العلبة بتاع السمن بتاعتي، امهات المصريين بيحطوا اي حاجة في اي حاجة، نتخمي فيها ونقول ده شوكليت وفي الاخر يطلع سمن. هنا حطيت بصلاية مقطعة، اي تقطيعة انت تحبيها، قطعتها كده عشوائي وقلبتها في السمن لحد ما تدبل معايا ولونها يبدأ يغير كده. طبعا الاكله دي عملتها وانا تعبانه جدا جدا، بس طبعا ما اقدرش ازعلهم. انا جيت ووعدتهم ان انا بالليل هاكلهم حاجه مختلفه. وهنا لون البصل بدأ يدبل. مسكت حطيت فصين توم كده مفرومين اللي احنا فرزناه مع بعض. وطبعا انتوا عارفين الطريقه، الحاجات في التفريز بتريحنا جدا لما ابقى راجعين من الشغل تعبانين مش قادرين نعمل كل حاجة في وقتها فريش كده، فالتفريزات دي بتريحنا جدا. وهنا ده السجق او السوسيس حسب ما انتوا بتسموه بقى. حطيته، كنت مقطعه حلقات صغيرة وبدأت اقلبه كده عشان يتدبل معايا في قلب البصل والثوم. وكنت مقطعه قرنين فلفل كده سبايسي، عايزين تستبدلوا برومي تمام. وهنا التوابل بتاعتي، شوية بهارات، وكان فلفل اسمر وكزبرة وفلفل وايه تاني، فكروني، وبصل بودر وتوم بودر. وقلبتهم مع بعض لما امتزجوا بقى كده، وهديت النار وبدأت اقلب كده تقليب ايه خفيف. وهنا كانت استوت معايا، رفعتها من على النار وبدأت اجيب الحلة بتاعتي اللي هبدأ فيها الصلصة. والحلة التانية كنت حاطة فيها مية تغلي. وهنا حطيت معلقة سمن برضو، وحطيت بتاع 3 فصوص توم كده تقريبا مفروم، هديت النار وقعدت اقلب فيهم. وهنا كانت المية غليت معايا. اي نوع مكرونة تحبوها، انا عندي بيفضلوا الاسباجيتي. جبتها وكسرتها كده ل3 قطع، مبحبهاش طويلة قوي. ومش بضيف للمية بتاعتها اي حاجة خالص، ولا ملح ولا زيت ولا اي حاجة. انا بسلقها بس كده وبصفيها في المصفى بعد ما بتستوي، بتاخد السوا بتاعها. ليه بقى؟ علشان لما انا بحط لها زيت، الصوص اي صوص بعمله مش بيثبت فيها. لكن لما بسيبها بالنشا بتاعها كده ومش بحط لها زيت يزحلق الصوص من عليها، بيثبت اي صوص عليها، بتبقى تحفة. وهنا الثوم بدأ لونه يصفر معايا. ودي الطماطم اللي انا برضو كنت مفرزاها معاكم، جميلة جدا، بتسهل عليا الوقت والمجهود، بصراحة حلوة قوي. حطيتها وسبت غطيت عليها لحد ما ايه تفك معايا. وهنا كان نص مكعب وملح وفلفل اسمر، مكترتش اي توابل ولا اي بهارات.
شوفوا الصلصة هنا معانا حلوة ازاي من غير اي اضافة، وحمرة وجميلة جدا. وسبتها لحد ما تاخد الفك بتاعها تماما. وهنا المكرونة كانت بدأت تدخل في السوا، سبتها 5 دقايق ورحت صفيتها في المصفى، وحطيتها بقى في الحلة تاني على طول، وضفت عليها الصلصة بتاعتنا اهي كانت جاهزة خالص. وفضلت اقلبها، طبعا الملح بتاعها كان مظبوط لان المكعب مع شوية الملح بيظبطوا الدنيا. وهنا قلبتها كويس جدا، وههدي عليها النار 10 دقايق بالظبط، على نار هادية خالص، تكون اتشربت من بعضها الصلصة مع المكرونة، بتبقى تحفة. وقدمتها بقى زي ما انتوا شفتوا كده، عليها جبنة موتزاريلا كده، وكانت زي الفل. بألف هنا وشفا.